السلام عليكم. أنا يوتيوبر نفس أي يوتيوبر، هدفي إنه أسعد الناس وأجيب ألف مشترك. أنا اليوم راح نبدأ سلسلة جديدة واللي هي سلسلة تجربة تقليد الألعاب. مثلا هذه اللعبة تقلد لعبة فيفا موبايل أو بيس، وبالأخير راح نشوفها ونجربها ونقيمها ونشوف هل تشبه فيفا موبايل ولا ما تشبهها. وترى احنا مستمرين بالسلسلة، بس هاي سلسلة جديدة انه نجرب تقليد اللاعب الالعاب وبس. والله هسه خلينا نبدأ. وهنا يقول لك هنا اتوقع الاندية، مو الاندية شباب. اني كنت قبل، ما اريد اخبي عليكم، كنت قبل مدمن على هذه اللعبة، اقسم بالله مدمن عليها ادمان والله العظيم. يعني كانت هواي طيبة هواي طيبة. ف هنا عندك قارات اوروبا، استراليا، مدري منو قارة استراليا، اول مرة اسمع بقارة استراليا. المهم افريقيا وكذا وبلا بلا بلا. فاحنا كعراقيين نختار العراق، واحنا بعدها نختار منو ضد منو ضد منو ضد منو ضد منو ضد منو ضد منو. خلينا نختار الامارات، نختار العراق ضد الامارات ونلعبها يا رب. وشباب ترى اكو نسخة من هذه اللعبة تقدرون تلعبون بيها جزاءات وفاولات، فطيبة هواي اقسم بالله طيبة. اما هذه هسه راح نقيمها. فحبيبي والله هذا لبس حلو هواي 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 حلو يا رباه. الكرة معاهم، ابتدي اللعبة الكرة معاهم. اوكي بسم الله، نستحوذ على الكرة ويا رباه ويا رباه ويا رباه. الهدف الاول. العارضة. اوكي كتحكم يعني ابدا مو تشبه في موبايل ابدا، لانه لما تضرب الكرة بالقدم شلون اقول لكم، ما ادري شلون تصير. يعني الصراحة ابدا ما تشبه في موبايل ولا ب0%. جاي تشوفون بلان كارتون، مو في موبايل. في موبايل ما يعني ما توصل في موبايل اكيد. لكن لعبة حلوة يا عيني شباب. اول شيء التحكم بالكرة يعني نايس، يعني مو سيء، يعني جيد جدا خلينا نقول. اما لما تضرب الكرة سيء يا ولد. وين في موبايل تقدر تتحكم شلون تضرب ومدري شنو الكرة ومدري شنو من هذا الكلام. فحبيبي والله دبلع بس بلع. والله لا عم تكسك الا تكسككم. اوكي شوفوا التحكم بالكرة ايزي. يعني مثلا تاخذ الكرة من الخصم، بعكس في موبايل عندها يعني ميزة انه ما تقدرون تاخذون الكرة الا ما يعني يصير عندكم تعريق. فحبيب والله. اما اما الفاولات لحد الان ما مجربها. الجزاءات اقول لكم اني من هسه اقول لكم الجزاءات سيئة جدا، سيئة لابعد درجة. يعني ما شفت مثل هيك سوء بالجزاءات. اقسم بالله سيئة صراحة سيئة. يعني شنو تتوقعون من وحدة من لعبة تقلد فيفا موبايل وفلان كارتون؟ لا الصراحة انا ما سنقيم. خلينا نلعب ونشوف يا ربا. يلا. طبعا الشيء المميز بيها انه الوقت طويل، بعكس فيفا موبايل بالجيم يعني يمكن 4 دقائق يلا تخلص. وهذه اول جول. يا اخي شنو مشكلتي ويا العارضة؟ شنو مشكلتي يا ربي؟ شباب المشكلة بهذه اللعبة قد ما تجي تضرب وتعمل وهذه حبيت انه تلف الكرة والباس تجيها. اويلي عليك اويلي. اي فمثل ما قلنا بعكس في موبايل 4 دقائق مدري 5 دقائق وتخلص يخلص المباراة. اما هذه يمكن صار لنا 3 دقائق وبعد ما جاي يخلص الشوط الاول. اوكي بعدين يلا ابلع. طبعا ما راح نلعب الجيم كله، لكن راح نشوف مستوى. طبعا اتوقع لو كان الفريق البرازيل ضد الارجنتين راح يكون افضل. يعني شنو اقول لكم راح يكون افضل، لانه هم حاطين باللعبة 5 نجوم للارجنتين والبرازيل. فاتوقع راح يكون الواعي وكذا ومهارين وكذا وبلا بلا بلا من هذا الكلام. وما ادري ليش ما يحطون العراق او ماي جاد. يا الله يتشكون. يب خلي يخلص الشوط الاول
نشوف شكو ماكو بعد شكو ماكو. ايه ما راح تجيب جول، ما راح تجيب جول. يلا ما راح تجيب جول. يعني حتى هنا الحكم مرتشي يا اخي. وين ما اروح الحكم مرتشي. وهاي البزونة قاعدة تتباوع علي. البزونة يعني القطة يا ويلي القطة. اوكي حبيت. شوفوا الشي الحلو بيها انه شلون اقول لكم، الباس تجيها تقدر تتحكم بالباس. اما الشي المو حلو بيها انه شلون اقول لكم، انه لما تريد تضرب الكرة راح تكون كلها بالعارضة، والجزاءات ازبل شي بالعالم. حبيب والله يلا جيب خلي اجيب جول واحسن لي نجيب جول. شباب اقسم بالله ما اعرف جاي يصير الصراحة بدون تصوير بدون ريكورد. والله العظيم انه اجيب اقوال وين. اما بالتصوير اللعبة صارت زبالة حرفيا. انا اعرفها الصراحة لعبة يعني حلوة يعني جيدة جدا يعني. يا حبيبي ايش في قاعد يسحب بي حبيبي مو وين قاعد وين. اوكي علقت. اوكي ياب. اوكي خلينا نخرج من الجيم خلينا نخرج. اوكي خرجنا من الجيم وراح اشوفكم شنو اكو القائمات اللي بعدها. هذه تقدر تختار منها بطولة، يعني تسوي بطولة مثلا بطولة آسيا، بطولة بعد شنو بطولة أفريقيا مدري. المهم حبيب والله. وهنا تقدر تختار هم بطولة كأس العالم، يعني هنا كأس العالم ومدري شنو بطولة أوروبا وكذا وأندية ومدري شنو. شباب تقييمي للعبة شباب بكل صدق انه اللعبة ترى كل شي ما بيها، يعني من حيث القوائم من حيث الأندية والدول العالم وكل شي بيها زين، الا لما تضرب الكرة. واتوقع اني بهذا بس يعني لما اني كنت اصور هيج، لانه اكو بعد خيارات تقدر تضرب بيها من الكرة وبس والله. والجزاءات يعني اقيمها بكل صدق 8.5 من 10 تستحق. وحبيب والله اتمنى عجبكم الفيديو. بنهاية هذا الفيديو اقول لكم لا تحطون الاشتراك واللايك. مستمرين معي. باي.